لنا احتفال شباب شاشة مورسو شباب ما على باليش انا. طلعوا لنا وحده تزغرت، طلعوا لنا خصني تزغريت يا اخوتي. الله يحفظك رو ميسا، روحي راكي رابحه دنيا واخره، روحوا راكم رابحين بنات بلادي. قال لي ما تعرفش تزغرت غير من تحت، دينا يو يو يو، تكتب لنا يو 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 او راسك. ياك عارفين يجيبها لك ربك فوق الجيسكي يعطيها لك في المساصيط. صغر الاسد تقال. ليكيب هما اسود غير في التيك توك وفي الماء وفي البر جوتت جوتت نعاج في البر والبر. النعاج رخله كي راني فرحان راني طري ساتيسفي وي راني غاية. اسمع راني مولاي السلطان اليوم، انا راني مولاي السلطان. زبطه هادو حيوانات جزائريه، هادو حيوانات اللي هربوا من الحظيره الصهيونيه الجزائريه، طالعين في واحد المجموعه ديال اللايفات وبداو كيضحكوا، بداو كينشطوا فرحانين وناشطين وعندهم احتفال وعندهم نهار الكبير. علاش؟ لان واحد المجموعه ديال الشباب مغاربه تقتلوا على يد القوات البحريه الصهيونيه الحيوانيه الجزائريه. يعني تخيل معايا الاخوان، هادو اللي كنعتبروهم جيران، وهادو اللي كنعتبروهم مسلمين، وهادو اللي كنعتبروهم عرب وخوتنا، كيتشفاو لانه جوج ديال الشباب تلقاو المصرع ديالهم من طرف القوات البحريه الجزائريه، لانهم دخلوا الاجواء الجزائريه بواحد الطريقه يعني ما عارفينش هما بريوسهم يعني كيفاش تدخلوا لهذيك يعني هذوك الاجواء والمياه الجزائريه، كانوا تالفين طاح عليهم الظلام، دونك ما عارفينش فين غيمشيو وما عارفينش كيفاش يرجعوا للمغرب وما عارفينش كيفاش يرجعوا للسعيديه، دونك دخلوا عفوا الاجواء الجزائريه. دونك لا مارين ولا يعني خفر السواحل ديال الجزائر تعاملت معهم بهذيك الطريقه الهمجيه وكذلك الحيوانيه. دونك الشعب او الحيوانات الجزائريه شنو كيفاش غادي تتعامل؟ غيطلعوا في لايفات، غيديروا بوستات، غيديروا فيديوهات، غادي يديروا ستاتيوات، يعني غيبداو يضحكوا وينشطوا فرحانين وكيتشفاو. واكثر من هذا الا غير دخلتوا الفيديو السابق اللي لاحظت يعني من غير هذا غادي تلقاو تعاليق خياليه ويعني وتعاليق كثيره ديال هاد الهيمج هادو، كيفاش كيضحكوا كيفاش كيتشفاو كيفاش يعني فرحانين بالمقتل ديال جوج ديال الشباب. دابا نتوما كتعتبروا راسكم نتوما مسلمين، كتعتبروا راسكم انكم نتوما كتنتميوا للعرب، كتعتبروا راسكم انكم نتوما يعني وحدنا الاسلام، وحدنا القران، وحدنا يعني وحدتنا هذه الشريعه الاسلاميه. لا، انتم الجامي انكم تكونوا مسلمين، والجامي انكم تكونوا من العرب، والجامي انكم تكونوا من الافارقه، والجامي انكم تكونوا حتى يهود، والجامي انكم تكونوا يعني ما عرفت كفار ولا الكفار وما كيديروش هاد الافعال هادو. يبان لي الاسلام يوري لي فينا هو في هذا الاطار. الاسلام كنتكلموا على الاسرى، بمعنى انه مثلا شي واحد دخل عندك تعتقلوه، لا تقتلوه، هو اعزل. ولكن هما بان لهم السيد بالجيتسكي يقدر يسحب لهم شي حد اخر. كيبان ليا انايا يقدر يسحب لهم شي حد اخر وهما عندهم تعليمات. يعني تخيل معايا الاخوان، يعني طالعين في لايفات وكيبداو يضحكوا وينشطوا، يعني كان ما عرفت يعني بحال نجحوا مثلا في الدخول ديالهم من البريكس، فرحانين بحال مثلا يعني بلادهم عندهم واحد الفائض في العدس وفي اللوبيا، بحال مثلا يعني صفاو المشكل السياسي ما بينهم وبين المغرب، بحال ناجحين في واحد المجموعه ديال التظاهرات كرويه دينيه سياسيه اقتصاديه بيولوجيه ما عرفت شنو، يعني فرحانين وناشطين. علاش فرحانين؟ فرحانين لان العمارين ديالهم خفر السواحل ديالهم او القوات البحريه ديالهم ضربوا جوج دراري ولا اربعه ديال الدراري، جوج ماتوا، واحد في السبيطار وواحد معتقل. تخيلوا معايا العقليه ديال هاد الناس هادو كيفاش دايره. غادي نشوف واحد الفيديو ديال الاعلامي صميد، ولكن قبل بعدا اليوم كان الدفن ديال بلال قيسي الله يرحمه، يعني واحد من الضحايا يعني ديال هذه الفاجعه هذه، الله يرحمه والله يوسع عليه. كانت واحد يعني واحد الجنازه مهيبه حضروا فيها واحد المجموعه ديال الاشخاص كانوا صحافه كذلك، يعني هما اللي وثقوا هذه الاحداث هادو، هما اللي وثقوا هذه الحاجه هذه. مشى لدار البقاء الله يرحمه، الله يصبر العائله ديالو، الاصدقاء ديالو كذلك والمقربين ديالو، الله يصبركم والله يرحمه والله يشافي يعني الشاب الاخر، وكذلك يعني الشاب اللي لحد الان يعني باقي في الجزائر هو الله يرحمه كنتمناو انه يدخل، والاخر اللي تم الاعتقال ديالو كنتمناو من السلطات المغربيه وكذلك من وزاره الخارجيه انها دير واحد التدخل سريع وتشوف كيفاش دير باش انهم يفكوا هذا الولد هذا من قبضه هذه الحظيره وهذا الهمج هذو اللي للاسف الشديد ربي حشرنا حداه، ما عندنا ما ندير. يعني هذا مكتبنا، هذا زهرنا غيطيح في اننا نكونوا جيران ديال واحد الحظيره.
اللي كلها مجانين، كلها حماق، كلها حيوانات، كلها يعني ما عندهم فكر، ما عندهم مبدا، ما عندهم حتى شي حاجه للاسف الشديد. للاسف الشديد غادي نشوفوا واحد الفيديو اللي داروا والراي كذلك ديال صامد غلال اللي هو الاعلامي المغربي، وهضر على واحد النقطه اللي مهمه جدا اللي غادي نناقشوها بطبيعه الحال في هذه الحلقه. السلام عليكم. اولا الله يرحم الشابين المغربيين اللي توفاو، الله يشافي الشاب اللي في السبيطار، الله يطلق سراح الشاب اللي باقي محتجز عند السلطات الجزائريه. انا اللي ما فهمتش هو ملي كتبت تدوينه كندوي فيها على المسؤوليه ديال فرنسا، انا عارف راسي اش كنكتب، انا ما كنتكلمش عن فراغ. اولا الواحد الا كيحمل الجنسيه ديال شي بلاد، هذيك البلاد كتحرك على ودو سالينا، تكون عنده جنسيه مزدوجه، يكون عنده اصل من بلاد واحد اخر، من المغرب ولا من هنغاريا ولا من اي قنت، هذاك الصمت مريب، وهذاك الصمت كيبين بانه هذيك الدوله ما عطياش قيمه للفرنسيين من اصول مغاربيه. سدات مادام بعد هذه النقطه هذه نحيدوها، وخاص يكون هناك تحرك من طرف السلطات الفرنسيه، لان المشكل اساسا وقع في مياه اقليميه جزائريه، لان هذوك الوليدات دخلوا بالخطا، ردة الفعل كانت وحشيه وهمجيه، ولكن هذوك الوليدات دخلوا بالخطا وما عندهم جواز فرنسي. دوك المشكل الاساسي كاين ما بين فرنسا والجزائر. الان نتكلموا على الاصول المغربيه، الناس كيتحاملوا بزاف على المغرب، كيعايروا البلاد وما كيخليو ما يقولوا حنا رخاص عند الدوله. راه المشكل وقع مع دوله انت قاطع معها العلاقات الدبلوماسيه وسد معها الحدود وانقطع انت وياها، ودوله حمقاء ما عندها ما تخسر. واش دابا بالله عليكم واش نتوما باغيين الحرب ما بين المغرب والجزائر؟ خيار بليد بالنسبه للمغرب، خيار غبي. حنا عندنا ما نربحوا لنا لقدام، عندنا استثمارات اجنبيه مباشره، عندنا الفوسفات اللي واقف عليه العالم كامل، عندنا الجبل ديال التروبيك، عندنا 100,000 حاجه، الطاقات المتجدده 100,000 حاجه باغيين نخدموا عليها في هذه البلاد، وحنا يلاه كنسلكوا راسنا ولا نخرج من عنق الزجاجه. دخل الحرب مع حماق، تولي تقلب على المطيشه في السوق ب 700 درهم. دابا هي نتوما شنو باغيين؟ هاد الناس اللي هاد الفتنه هذه كامله، واو خصنا اش خاصك؟ قطع العلاقات الدبلوماسيه، سد الحدود، سياسيا انت ذكي بسياسه اليد الممدوده ولا اي حاجه واحده اخرى، داك ذكاء مغربي. علاش؟ لانه الملك عندما يتكلم عن اشياء بحال هذه كيفكر في صحه المواطن، هو الاول اللي عايش في امان في المغرب، ما كيتفرقوا عليه قنابل، ما كيطرف معاه حتى شي حاجه، ولان المسار ديال البلاد يحتاج الى السلام. يكون مناكفات، يكون برود سياسي، يكون تنافس استراتيجي، تكون حرب بارده، كاع ما عندنا حتى شي اشكال. ولكن علاش فرنسا ما تدويش؟ المغرب يقدر يعزي في الضحايا، يقدر يقدم مساعده للعائله، يقدر يتكلم كاع في الامم المتحده، ولكن المشكل اساسا ما بين فرنسا والجزائر. هذوك الدراري يدخلوا بالغلط المياه الاقليميه الجزائريه، نهار الجزائريين يدخلوا بالغلط للمغرب راه ما تسنى واحد الجندي جزائري جا هبط وداهم. ولكن انت كتعامل مع بنادم ما عندوش العقل، وبركه من التحامل على البلاد. الله يرحم اللي ماتوا وما لقاوهاش فرصه اننا ندوزو. ما لقيتش انا عارف مغاربه ولا ناس واحد اخرين اللي كيكسبوا داكشي. واللي بغى يفهم يفهم، اللي حافظ وما فاهمش هذيك هضره واحده اخرى. والسلام عليكم. هو صراحه كاين كلام منطقي، بحال مثلا التدخل الفرنسي. هاد الشباب هادو راه جاو من فرنسا، لانه كاين واحد المغالطات اللي كينشروا واحد المجموعه ديال الكراغله كيقولوا ان هاد الناس هادو باغيين يحرقوا عندهم من البلاد. يعني تخيلوا معايا انه مغاربه ما عندهم ما يدار، شنو غنديروا؟ غنمشيو نحرقوا للجزائر. شنو كاين في الجزائر؟ والو. عندهم الازمه ديال العدس، الازمه ديال اللوبيا، الازمه ديال الحليب، الازمه ديال السميد، الازمه ديال الزيت، عندهم كاع الازمات كلها. وانا ما عندي ما يدار، شنو غندير؟ غنمشي للجزائر باش انني نحرق. فهمت السطا؟ الناس كيحرقوا الاوروبا، الناس كيحرقوا يعني من القصر الصغير الاسبانيا، الناس كيحرقوا من تركيا باش يدوزوا اليونان ويدوزوا يعني الدول الاوروبيه. وهادو كيقول لك اسيدي ان هاد الشباب هادو باغيين يحرقوا الجزائر. يعني فهمت السطا مع هاد القوم هادو. دونك هاد الشباب راه جاو من فرنسا، يعني فرنسيين مغربيين فرنسيين عندهم جنسيه، يعني هما مغاربه وعندهم جنسيه فرنسيه. كيف ما قال صميد غلال، علاش ما كاينش تدخل فرنسي؟ علاش ما كاينش تدخل فرنسي؟ يعني فرنسا هنا غتعرف انها ما كتهتمش بالمواطنين ديالها، ولو يكونوا مغاربه، ولو يكونوا افارقه، ولو يكونوا اسيويين، ولكن عندهم جنسيه فرنسيه. يعني فرنسا عطاتهم الجنسيه، يعني معترفه بهم، الاقامه ديالهم، يعني كاع الامور القانونيه ديالهم، كيخلصوا ضرائب، يخلصوا كاع الواجبات ديالهم كيخلصوها. يعني فرنسا معترفه بهم، وهما كذلك يعني غاديين مع القوانين الفرنسيه، كيخلصوا الواجبات اللي عليهم، كيخلصوا الضرائب ديالهم، يعني محترمين القانون وغاديين على حساب القانون، يعني بحالهم بحال
يعني السكان الاصليون الفرنسيين. ولكن ملي كتوقع واقعه بحال هكا ما كنشوفوش التدخل الاجنبي، ما كنشوفوش التدخل الفرنسي. علاش؟ الله اعلم. هذا الامر هذا باش نكون شويه صريحين ونكونوا منطقيين، ولا كنتي غتكون منافق ما كاين لاش تدخل هذا الفيديو، ما كاين لاش تكملوا. هذا التصرف هذا اللي قاموا به البحريه الهمجيه الجزائريه، واش كيبان لك انه تصرف عقلاني وتصرف منطقي وتصرف قانوني؟ انه اشخاص دخلوا المجال الترابي ديالك ولا المجال البحري ديالك، واش هذا التصرف هذا ديال انك تيري فيهم هو تصرف قانوني؟ خولوا لك القانون، خولاتوا لك السلطه، كاين شي سند قانوني، كاين شي حاجه اللي كتخول لك انك تقوم بهذا الفعل هذا، تقوم بهذا التصرف هذا. لانه راه شفنا غير مثلا يعني هذوك الحراقه اللي كيحرقوا اسبانيا، كنشوفوا التعامل الاسباني معاهم، كتجي لامارين كتحصرهم، كتطلعهم، كتديهم، يتم الترحيل ديالهم، اولا كيتعاملوا معاهم يعني بطرق وحدين اخرين، ولكن ما كاينش القتل. كيتهلاو فيهم، ها اللي مدينوا لشي سونطر، ها اللي ابسط الامور كاع اللي كيديروا معاهم، يعني كيعطيوهم الحوايج، كيعطيوهم الماكله، كيعطيوهم يشربوا، كيتهلاو فيهم، كينعسوا، كيرتاحوا. هذيك الساعه كيكونوا اجراءات وحدين اخرين، يعني ما كيكونش التير. اولا غادي تقول لي السلطات الفرنسيه ما عندهمش التير، راه اوروبا راه كاين التير، يعني ما عندهمش كران ديال المشكل انه يتيري فيك، ما عندهمش مشكل. عكسنا حنا العرب شويه راكم عارفين الاسلام، راكم عارفين التير شويه، القتل. هما راه عندهم عادي، غتدخل الاجواء ديالو غيتيري فيك بلا تعليمات، بلا ما يحزنون. انت سيدي كتشكل خطر للوطن، للبلاد ولا المنطقه. هادو من الوهله الاولى التير 5 ديال القرطاسات، 5. دونك هذا واش تصرف قانوني؟ ما شفناش التدخل الفرنسي، ونتمنى اننا نشوفوا التدخل المغربي، لانه راه كاينين جوج ديال الاشخاص في الجزائر دابا حاليا، واحد راه متوفي راه باقي عندهم، والثاني راه محتجز. علاش غادي يحتجزوا؟ ما فهمناش. دونك بما انك انت بغيتي تحتجزهم، ايوا احتجزهم كاملين كاع، علاش غتيري فيهم؟ نتمنى ان هذه القضيه هذه ما تدوش مرور الكرام، لانه راه روح اللي تقتلات. كيف يعقل الاخوان انه كتشوف بعض الناس بلا من نشير لشي جهه يموت لهم غير واحد، راه كتنوض قرباله، واحد كيصفيوها ليه، راه كتنوض قرباله. ما كنهضرش على المغرب، كنهضر على بعض الدول راكم عارفين، الدول الاجنبيه اللي عندهم الروح عزيزه ديال بصح، وهما ماشي مسلمين وما عندهم علاقه بالاسلام نوعا ما عندهمش علاقه بالاسلام، وملي كتوقع لهم شي حاجه قرباله كتنوض. حنا كنشوفوا ان 4 ديال الشباب كيتعرضوا لممارسات لا اخلاقيه وهمجيه من الفوق. واش غادي يلقاو شي تدخل ولا ما يكونش؟ نتمنى انه يكون تدخل. نتمنى كذلك من الدوله المغربيه ومن الوزارات الخارجيه انها دير واحد التحرك ودير البحث ديالها بخصوص هذه النزيله هذه. نتمنى ان شاء الله. وصلنا للنهايه ديال هذه الحلقه، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. تبارك الله عليكم. ما تنساوناش من الدعم ديالكم باللايكات، بارطاجيو لينا هذا الفيديو الا كان ممكن، خليو لنا الراي ديالكم في الخانه ديال التعليقات، كتبقى دائما محلوله. مرحبا والف مرحبا. دونك هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله.